يا بطل، النهاردة هنحكي عن أذكى خدعة في تاريخ المخابرات، عملية اللحم المفروم. سنة 43 بريطانيا كانت عاوزة تخدع هتلر عن مكان غزو أوروبا، والوسيلة كانت جثة مشرد. الخطة كانت جنونية، جابوا جثة شخص مات ولبسوه لبس ضابط وحطوا في شنطته رسائل سرية جدا بتقول إن الهجوم في اليونان مش صقلية، ورموا الجثة في البحر عشان الموج يحدفها لأسبانيا والنازيين يصدقوا. الجاسوس النازي وقع في الفخ وبعت الرسائل لهتلر. هتلر صدق وودى جيوشه اليونان، ولما بدأ الهجوم الحقيقي البريطانيين دخلوا صقلية بسهولة مذهلة لأن الطريق كان فاضي. جثة واحدة أنقذت آلاف الأرواح. الخدعة دي غيرت مسار التاريخ. لو وصلت لهنا فأنت أسطورة. دوس لايك وتابع ريو عشان كل يوم بنعرف سر جديد من أسرار التاريخ المستخبية. دعمك هو اللي بيخلينا نستمر ونطور المونتاج ده. سؤالنا ليكم، تفتكروا هل المخابرات لسه بتستخدم جثث في خداعها النهاردة؟ مستني أشوف ذكائكم في التعليقات. سلام يا وحوش.